إمبراطورية مغربية ممتدة من السنغال الجزائر حتى الأندلس. شكون هي السلالة الأمازيغية ديال المرابطين؟ من نور ما مات إدريس الثاني الحكم تفرق على ولاد، 3 الولاد، سيدي محمد، عيسى وعمر، ولكن السلطة ديالهم ضعفت. الخوارج شدوا مدينة فاس في أواخر القرن التاسع، وموراها الفاطميين ولا لي فاطميين قدرت تسيطر على فاس في 920. وفي 947 اخر الامراء واخر اولياء العهد ديال الادريسيين طاحوا على يد الامويين ديال قرطبه، وهنا تسالات السلاله الادريسيه في مره. الوقت كتبدا السيطره للمرابطين. في 1040 ميلاديه يحيى بن ابراهيم واحد القائد امازيغي رجع من الحج راجل مبدل، قرر انه يدير مهمه الحياه ديالو هي تطهير الايمان والدين في المغرب. تحالف مع عبد الله بن ياسين واحد الفقيه مالكي قرا في الاندلس قرطبه، واسسوا مع بعضياتهم دار المرابطين في الصحراء. المرابطين هنا كتعني الناس ديال الرباط، والرباط في الاصل كتعني قلعه محصنه. فهنا كتبدا حركه توحيد المغرب على يد المرابطين بالدين وبالغزو. في القاده المرابطين ماتوا في المعارك بحال ابن ياسين اللي صفاوها له البرغواطيين، ولكن المرابطين قدروا يغلبوا البرغواطيين وشبروا فاس. 1063 1071 يوسف بن تاشفين اسس مراكش ودارها عاصمه ديال المرابطين. خطوا حتى الغانا ونشروا الاسلام في افريقيا جنوب الصحراء، وقدروا يجبروا طنجه، وجده، تلمسان، سبته، وحتى الجي وتونس في الجزائر الحاليه. الجزائر ديال المرابطين عندنا توحيد المغرب السياسي تحت ظل الاسلام السني مع المذهب المالكي، وعندنا ايضا هزم القوات المسيحيه في الاندلس معركه زلاقه في 1086 ميلادي. بن تاشفين قدر يوحد اسبانيا الاندلسيه تحت حكم المرابطين بالاعانه ديال الفقهاء، ولكن ما قدرش ياخذ اسبانيا ولا ايبيريا الشماليه المسيحيه كامله، ولكن حمى الجنوب من سلطه ديال المسيحيين. تم توحيد امبراطوريه شاسعه كتمتد من السنغال حتى الجي الحاليه، وعبر مضيق جبل طارق حتى الاندلس حتى مدينه سراغوسا. الحكم ديال المرابطين بقى من 1040 حتى 1147، شويه اكثر من قرن، ولكن في الاخير الحكم ديال المرابطين بدا كيقل شويه بشويه مع المجيء ديال ابن تومارت والموحدين، حتى خداو الموحدين مراكش 1147. غادي نهضروا عليهم بديتاي اكثر في الفيديو الجاي. عاده المصادر في صندوق الوصف، ما تنساش تضرب عليهم طليله. قولي رايك في التعليق. باي.